عندك اطلاع عليها؟ بعض الطلاقات او المشاكل العائليه حدثت نتيجه هذا التعاطي للمخدرات؟ أكيد يعني إحنا مع المخدرات، إحنا نشوف الآن لو تسأل المحاكم، شوف نسبة الطلاق قياسا إلى نسبة الزواج. يعني اكو إحصائية تقريبا ثلث، إذا 25,000 حالة زواج يطلع ثلث حالة طلاق، ثلث. زين. هاي أسبابها مو فقط المخدرات، هذا التواصل الاجتماعي والإنترنت والمواقع، الزواج سريع، شباب صغار، زين، تصير علاقات سريعة ويتمرد على عائلته، ويصير الزواج وبعدين يصير الطلاق. زين. فكثير من الأسباب جملتها المخدرات، وهذه قضية التواصل الاجتماعي اللي استخدام. لذلك يعني احنا بنقول هاي المؤثرات على المجتمع خلقت لنا مشاكل كثيرة. نسبة الطلاق الآن كلش عالية قياسا للسنوات أو لتاريخ العراق، تحسبه أو دول الجوار، ثلث شابات طلاقات بعد ينقسم مثلا عندهم أطفال أو حامل، وهي مشاكل اجتماعية احنا نعاني منها. عندك نسبة أخرى، نسبة الانتحار، سبب المخدرات، نسبة انتحار شابات متزوجات أو متزوجين ينتحرون. عماد، هذا اللي يتحدث به الشيخ لأسباب تافهة. هاي الانتحارات هذه لها علاقة؟ انتحارات يعني احنا الأرقام اللي عندنا الموجودة